ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. تعالي النهارده اقولك على احلى سكراب ممكن تعمليه لجسمك، هيخلي بشرتك يا جماعه بتنور. هتبقي بتبرقي من كتر الحلاوه والبياض والنعومه، جسمك ده هينور، واي شعور واي جلد ميت واي اسمرار واي بقع هتعدليها تماما، وبمكونات بسيطه وكلها عندك في المطبخ. بجد هتنبهري بالنتيجه ان شاء الله. اهم حاجه لو انت اول مره تشوفيني تضغطي على اللايك، وكمان قولي لي كومنت حلو زي كده. ما تنسيش ان انت تشتركي في القناه عشان باذن الله يوصلك كل جديد. ويلا نبدا مع بعض. كلها يا جماعه مكونات من البيت زي ما احنا متعودين، وسهله وبسيطه، بس هتخلي جسمك بيبرق وبيلمع من النعومه. بجد يا جماعه تفتيح من اول استخدام. معايا كده اول حاجه معلقه من السكر، معلقه من السكر كده. والسكر ده يا جماعه نينجا في ازاله الجلد الميت اللي في الجسم او اللي في البشره عموما، بيخلي جسمك بيلمع. وبجد يا جماعه بتبقي بيضه بتنوري اهو كده. معلقه من السكر، طبعا انا عامله دلوقتي كميه بسيطه، انت تقدري تكتري الكميه دي هتكفي ايديكي. طبعا لما تقعدي تكتري هتضاعفي الكميه. معايا كده معلقه من السكر. اهم حاجه حلوين طول ما انتوا بتتفرجوا معايا على الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي كتير جدا، وان شاء الله تاخدي احلى نتيجه وتطلعي بتبقي. معايا كده كمان معلقه من البن اهو، معلقه من البن بتكون طبعا ساده، معلقه واحده من البن. وبتبداي ان انت تقلبي كده. البن ده بيفتح البشره بطريقه رهيبه، طبعا في مضادات اكسده بيخلي بشرتك بتلمع، هيخلي جسمك بيلمع. كمان هيزيل معاكي اي بقع في جسمك، لو كان عندك اي تعوير وسابت علامه كل ده بيروح تماما. لو عندك اي بقع في ايديكي، لو عندك اي بقع في القدمين، لو عندك كمان الركب والاكواع، كل ده البن ممتاز ان هو بيشيله تماما وبيوحد لون جسمك. معايا كده معلقه من البن ومعايا معلقه من السكر. وعايزه بقى ترطيب وعايزه نعومه وعايزه لمعه، حتى بعد ما اخلص الشاور بتاعي كده وجسمي يبقى بيلمع، ملمع كده، ويكون في ترطيب ويكون متفتح كمان. ما فيش احسن من العسل، معلقه من العسل الابيض. وتقدري برضو لو مش عندك عسل ابيض عادي ممكن عسل اسود عادي جدا. وهبدا ان انا اقلب زي ما قلت لكم، انا عامله كميه على قد ايديا. لما تكوني عايزه لجسمك طبعا هتضاعفي الكميات. وهقلب كويس جدا. احلى سكراب ممكن تعمليه، ولا بقى تقولي لي اي سكراب غالي خالص، ده احلى من اي سكراب ممكن تجيبيه، وموفر، وكلها حاجات عندنا في البيت، وبجد هتطلعي بتلمعي. واقلب كويس جدا كده برضه هوريكم النتيجه. بصوا بقى كده يا حلوين، دلوقتي طبعا انا دمجته كويس جدا، ما زودتش عسل قوي عشان انا عايزه السكر يكون خشن كده، عشان يبدا ان انا لما افرده على جسمي يبقى فيه لسه حبيبات ويقشر لي الجسم، ويكون كل الجلد الميت يطلع معايا. فبالتالي جسمي يبيض كده ويزيل معايا اي بقع او اي غمقان في بشرتي. عايزه بقى ريحه جسمك تبقى حلوه كده، وكمان تبقى بعد حتى ما تاخدي الشاور جسمك يبقى فيه ريحه جميله كده. بجد استخدمي زيت الورد. زيت الورد ده تحفة يا بنات، بيفضل ثابت على جسمك مدة طويلة جدا، حتى بعد ما بتخلصي بتشمي ريحتك اهو. طبعا انا يعني عايزه اقول لكم بحبه جدا، بيخلي احسن من اي لوشن ممكن تستخدميه. وبتبداي ان انت طبعا تدمجي كويس جدا زي ما قلت لكم، هو مش بيبقى سايل عشان انا عايزاه كده بالمنظر ده اهو. وبقلب طبعا، مش بقلب ان انا بدمج السكر وبخليه دوب، لا هو كده كويس معايا جدا اهو. بصوا ما شاء الله، هو كده القوام ممتاز جدا. بصوا اهو. وابدا بقى ان انا هكون في الوقت ده غاسله جسمي كويس جدا بميه دافيه مايله للسخونه شويه عشان مسام جسمي تبقى متفتحه. وهبدا افرد على جسمي كده المقشر ده. احلى سكراب ممكن تعمليه اهو. شايفين؟ سامعين الصوت؟ بصوا الصوت ده بقى هو اللي هينزل اي غمقان واي اسمرار في اي حته في جسمك، وهيخليكي بتلمعي كده وبتبقى عامله زي الازازه. وبس كده يا حلوين، وتبداي تحطيه على جسمك لمده 5 دقائق، وبعد كده تغسليه وتشوفي الجمال والنعومه والريحه طبعا اللي هتبقى قلب البيت. بس كده يا حلوين، اشوفكم في فيديو جديد. يا رب يكون عجبكم الفيديو. اشوفكم باذن الله في وصفات تانية كتير. طول ما انت بتتفرجي معايا على الفيديو تصلوا على النبي كتير جدا. لو عجبكم ما تنسوش تقولوا لي في الكومنتات، ان شاء الله هرد عليكم كلكم. اشوفكم في فيديو جديد، وصفات تانية جديده. مع السلامه.